أنا اتخذت هذا القرار إني أكون أب للجميع. قد يقول لي واحد شايب مثل الأسرة تسكر ليتات البيت، أنا كذا يعني وهبت عمري وحسابي هذا الحديث. في إيجابيات كثيرة في المجتمع وفي الوطن، وفي إيجابيات كثيرة من شبابنا، وإيجابيات كبيرة من شاباتنا، يعني الحمد لله في غيرها. لكن الإنسان ينتقد الأشياء اللي هو يتمنى أنها تتعدل. فأقول لبعض الشباب: اركض وانتبه لأسرتك وأخواتك وأمك، وخلي عندك غيرة وخلي عندك مبدأ، ما تقبل بهذا وارفض هذا، بس كون محترم لأمك ومحترم لأخواتك وداعم لهم يعني. ولا تشوف بعض الردود من بعض البنات اللي يقول سعيد الشنفري هذا همجي، هذا شايب، يعني مش مشكلة شايب يعني، لكن القصد حمايتكم. ولا تجي واحدة تقول يعني هي تريد تروح الأسواق وتريد تلبس على كيفها وتلبس ضيق وتلبس ما أعرف إيش، وانا مثل الشايب على العصا، ها ممنوع عيب وما اعرف ايش وكذا. هذا ترى دور الاباء الحين يعني، وانا واحد من الاباء يعني. فطبيعي اني انا اتكلم واقول يا بنت استري نفسك، يا ولد انتبه لاختك، وحتى يا بنت انتبهي لاخوش. هذا يعني حسابي انا كذا يعني. في ايجابيات كثيره في البلد وفي المجتمع، الحمد لله نشكر ربنا عليها، لكن في السلبيات لازم ننتقد فيها ونتكلم فيها لمصلحتكم ولمصلحتنا يعني وسمعتنا. شيء ما نرضاه لأنفسنا ما نرضاه لغيرنا. الخطأ خطأ، الخطأ خطأ. لما نسوي شيء خطأ نقول خطأ، نتكلم فيه، لازم نتكلم فيه. والشيء الصح نقول لكم صح وبارك الله فيكم. فالخطأ لازم نوقف عنده يا أولادي ويا بناتي يعني. الشيء اللي نشوفه منطقي نقول منطقي وجزاهم الله خير وبارك الله فيكم. الشيء اللي مش منطقي نوجهه، هذا عيب، هذا ما يصير. نحن تعودنا وتربينا على هذا الشيء يعني، تربينا على هذا الشيء انه هذا غلط يا سعيد، هذا صح، لا تسوي كذا، شيء عصا فوق راسك، شيء يعني تربينا كذا يعني. فالتمسوا لي انا ايضا العذر لما اتكلم في مثل هذا، لان انا وجهوني اهلي بهذا الكلام يعني، والان انا صرت موجه لهذا الجيل يعني. فتقبلوني على عيوبي، تقبلوني على صراحتي، على نقدي، لكن قلبي ما يحمل لكم إلا كل حب وتقدير.